لما قلت قبل كده ان الاي او اس اللي في الايفون هو اكتر سوفت وير بطيء في اي موبايل فلاج شيب انا جربته في حياتي، في ناس كتير قعدت تتريق عليا، وانت شاريه من قناه حبيشه وده ايفون مش عارف مين يا جدعان، ده من ابل ستور، يعني ما حدش الكومنت اللطيف ده امنعوه بقى خلاص. وفي ناس كان عندها قدر صغير كده من الامانه والشجاعه برضو انه يطلع ويقول يا جماعه ايوه انا معايا الايفون وبيهنج معايا. الاسوأ بقى ان في صناع محتواهم عباره عن الايفون فقط، معلوش اي محتوى تاني، وعادي هو حر وانا بحب المحتوى ده جدا، بس ده مش معناه انك بقيت سفير لابل، يعني اي حد ينتقد الايفون تخش تشتمه وتغلط فيه. بس بيني وبينك انا قلت مش هقعد احرق في كلام كتير، تعالى اوريكم قد ايه الايفون ده هو اكتر موبايل فيه اوبتمايزيشن، والبرامج عليه غير البرامج على اندرويد، وما بتهنكش وما بتعلقش. تعالوا كده نشوف ال17 برو ماكس. تعالوا رقم واحد، وزي ما انتم عارفين ان شركه ابل وموبايلاتها هي احسن موبايلات في العالم، وابل هي اشطر شركه واذكى شركه في السوفت وير والكلام ده كله، فطبعا مش عامله زرار للباك، مفيش طريقه يونيفرسال للباك كده من اي حته في السوفت وير ترجع منها، سواء كنت في ستوريز او في السيتنجز في اي حته زي الاندرويد، بتشد بس بتعمل سوايب من على اليمين او من الشمال الجهاز بيرجع معاك. هنا مفيش باك. في الفيديو اللي قدامك انا كنت بفر في الستوريز بتاعت الواتساب، فهو هنا قرر اني هعمل كومنت، قال لي والله ما انت ماشي غير لما تعمل رياكت على الستوري او تسيب تعليق. يهديك يرضيك، طب ارجع من البرنامج، طب افتحه وارجع اقفله تاني، مفيش، لازم مفيش باك شغال، مفيش اي حاجه شغاله. اللي جاي بقى دي انا مش عارف يعني دي حاجه تضحك ولا حاجه عبيطه ولا ايه بالظبط. كده الواتساب وخلصنا منه، نخش على الماسنجر. برضه بفر في الستوريز، ستوري هي جميله مكتوب صلوا على من كان وجهه كالقمر عليه الصلاه والسلام. هل منطقي ان ستوري زي دي يكون شغال عليها التراك ده؟ مش عارف ده كفر ده ولا ايه بالظبط. طبعا انا ببقى هتجن واعرف الاصوات دي جايه منين، ما هو مفيش برنامج تاني فاتحه. اتاري الباشا بيشغل لي الاغاني او الموسيقى في الستوري اللي هتيجي بعد الستوري اللي انا فيها، يعني ببقى انا في ستوري معينه فيها شغال فيها وليكن قران، الاقي شغال اغاني، يعني اخش على ستوري بعدها مثلا فيها اغاني الاقي دعاء شغال. ايه اللي جاب الدعاء ده هنا؟ اتاري بتاع الستوري اللي وراها. ايه ده بقى؟ هنا بقى ابلكيشن الكاميرا قرر يفصل ويجيب لي الشاشه سوداء، ايا كان انا بقى عايز اتنقل بين اي لينس والتانيه، لا هي الشاشه سوداء. طب الحمد لله اشتغلت، وعايز اصور، عايز القط الصوره، لا مش هتلقط. طب دوس مليون مره، لا برده مش هتصور. طب بلاش دي، هخش على الستوريز وهقعد اتفرج عليهم واحده واحده ومش هعمل ريبلاي ولا هعمل اي حاجه، لا مش هتقلب في الستوريز، انا اللي هقلب لك. طب يا عم انا اللي عايز اقلب بمزاجي، طب عايز اوقف الستوري، لا يا راجل ده حتى ابلكيشن ايه اندا واتصالات دخلته عشان ادفع عليه فاتوره وادفع الباقه بتاعت الموبايل، لقيته برده مهنج ومش عايز يدفع. تقول لي اوبتمايزيشن؟ بجد مش قادر استنى ان اي شركه ثانيه تنزل لنا موبايل بينافس الايفون في تصوير الفيديو عشان انقل بقى.